السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جريمة وخطأ كبير بيقع فيه النادي الأهلي في حق اللاعب الجزائري أحمد قندوسي وحق النادي الأهلي نفسه لو تمت صفقة بيع أحمد القندوسي زي ما معروض على النادي حاليا. نجم منتخب الجزائر لاعب أحمد القندوسي اللي انضم للنادي الأهلي في يناير 2023 وما خدش فرص كبيرة للمشاركة بسبب اعتراض مارسيل كولر المدير الفني السويسري للأهلي على طريقة لعب أحمد قندوسي، شايف إنها مش مناسبة لطريقة لعبه هو. قندوسي خرج إعارة لفريق سيراميكا كليوباترا والإعارة جديدة السنة دي، وبعد المشكلة اللي حصلت مع امير توفيق قرر النادي الاهلي عرضه للبيع. كل ده احنا عارفينه، لكن العرض اللي جاي للنادي الاهلي من سيراميكا كليوباترا 500,000 دولار، نص مليون دولار، وفي اتجاه قوي داخل النادي الاهلي للموافقة على بيع احمد قندوسي بالمبلغ ده. دي الجريمة الكبيرة اللي بتتعمل في حق احمد قندوسي وحق النادي الاهلي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حق احمد قندوسي، انت ما ينفعش موهبة كبيرة زي دي انت توافق على انتقاله لسيراميكا كليوباترا برقم قليل زي ده. احمد قندوسي ممكن شاف الاجواء في سيراميكا كليوباترا ودودة وتطابق بالناس هناك، شاف معاملتهم كويسة فعشان كده حابب يكمل معاهم، لكن دور النادي الاهلي انه ما يقبلش بده. انت جايب موهبة جزائرية مهمة، لاعب اثبت نفسه وكل الجمهور الدوري المصري شايف ان هو موهبة وامكانيات كبيرة، ما ينفعش تقبل فيه رقم زي ده، لان رقم زي ده هيخليه يكمل في سيراميكا وفي الدوري المصري لسنين، وده بصراحة ظلم ليه. لاعب احمد قندوسي في النادي الاهلي هو مش مجرد لعب في الدوري المصري، لكن ده مستوى تنافسي تاني اكبر واعلى في افريقيا ومنافسات تانية الاهلي بيخوضها. لكن سيراميكا كليوباترا هي نهاية احمد قندوسي. الاهلي لو طلب مبلغ اكبر هيجيله، بس من دوريات غير الدوري المصري، كده يكون اللاعب شاف فرصة تانية وعنده فرص اكبر في الاحتراف. صحيح هو حر يختار النادي اللي يلعب فيه، لكن ادارة النادي الاهلي لما جابت احمد قندوسي كانت جايباه، وزي ما بنسمع كلنا ان الاهلي ممكن يبقى وابة كبيرة لعبك في اوروبا، ما ينفعش ينتهي المطاف باللاعب الموهوب احمد قندوسي انه يكمل في سيراميكا كليوباترا. الجريمة اللي بيعملها النادي الاهلي في حق نفسه هو مبلغ قليل جدا في موهبة كبيرة زي ده اهدار للمال العام، دي خسارة مالية كبيرة. انت بتبيع بيرستاو عشان فاضل في عقده 6 شهور، طب احمد قندوسي مش فاضل في عقده 6 شهور، احمد قندوسي صغير في السن، لعيب مطلوب في مركز فيه نقص كبير في جودته في الكرة المصرية، فليه تبيع احمد قندوسي مبلغ زي ده حتى لو هو مصمم على سيراميكا كليوباترا؟ النادي الاهلي المفروض يبقى ليه موقف تاني، قرار تاني في بيع احمد قندوسي، وما يظلمش اللاعب اكتر من كده ولا يهدر فلوسه بالشكل ده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.